كذلك جزائرية. المجتمع الجزائري يعني أنا هكذا كأن يتخيلوا قابل لأي شيء، للشيعة وللشيوعية وللإلحاد وللحبوب ولكل شيء. يعني المجتمع هش إلى هذا الدرجة أنه ممكن يكون أي نوع من أنواع البشر ما عندهم تركيبة معينة. زكارة في المغرب برك، حنا عندنا كلش عادي. زكارة في المغرب. كيف؟ دوك راك تهضر على موضوع الشيعة، طلعوا يقولوا لك المغرب زكارة في المغرب. حنا ما عندناش مشكل، ضروري ما يحجون نبانوش المغرب. للمغرب رانا طايحين في شي حاجة، فاهم؟ ما ايه. نبانوش للمغاربه رانا عندنا مشكل في بلادنا. اللي تقولها لنا نقولوا لك عليها معليش، ما نناقشوش. احنا ما نعرفوش نناقشوا، ما نعرفوش نحلوا مشاكل تاعنا. ضروري نبانوا مزيانين قدام المغرب، قدام المغاربه برك. هذا اللي يهمنا. ما هذا المشاكل اللي عندنا باش نأجوها ما نعرفولهاش. ما عندكم مشكلة في الحياة إلا المغرب، صح؟ واش قلت اخي اسعد؟ ما سمعتكش. ما عندكم مشكلة في هذه الدنيا إلا المغرب. ما عندنا مشكله غير المغرب. الرئيس يسافر من أجل أن يضر بالمغرب، وزراء الخارجية، الدبلوماسية، الميزانية، كلها المغرب مروك مروك مروك. يعني حتى في كلش التشيع حموا اسم المغرب. ركزنا على المغرب حتى نسينا مشاكل تاعنا، والبلاد راهي تخرب، راهي تنخرب، وحنا رانا مركزين في المروك. مشكل التشيع هذا طابو كبير. كي شغل راك تهضر على المثليه الجنسيه عندنا تاني في الجزائر، راهي دايره بوم، فضيحه عالميه. ولا واحد يهضر عليها ويحاول يجبر لها حل. رانا مركزين مع المروك هاد الساعه، صاي. هذا واش عندنا، مركزين مع المغرب. المغرب يطلع وحنا نهودو. كما قلت لك اخي اسعد، انا ماشي عالمه الدين باه نعطيك ارقام ونقول لك كذا وكذا ونفتي. موضوع كبير عليا حقيقه، بصح نعطيك الراي ديالي كانسانه عاديه. رايي كانسانه عاديه عايشه المجتمع الجزائري. والله الا كان حنا ما نعرفوش ما عندناش علاقه بالدين مليحه، والله لا الدين عندنا ناقص شويه. كان بابا الله يرحمه كان بابا الله يرحمه يقول لي حنا نصلوا 5 ونصوموا 30. صاي. يعني هذا واش نعرفوا في الدين. يعني نصليو 5 ونصوموا 30. 5 صلوات في اليوم ونصوموا 30 يوم في العام. برك هذا واش نعرفوا في الدين. يقولوها مثل، هذا مثل جزائري معروف عندنا. نصلوا 5 ونصوموا 30. راك فاهم؟ ايه. نصلوا 5 ونصوموا 30، هذا واش يعرفوا. اما مشكل التشيع يا اخي اسعد، والله الا يعني شايع عندنا. المجتمع المغربي الجزائري ليس متدينا. لا لا لا، وقسما بالله الدين عندنا ناقص، لازمنا فتوى. والله كيف غير لازمنا فتوى. المروكية هضري كيف على اسمك، ناقص؟ ما كيف تهضريش ناقص؟ على كيف الشعب. ناقص؟ لو سمحت احبس بلع يا اخي. المايك تاعك، بلع المايك تاعك. كي نكمل هضر. بلع هضري المايك يا على اخي، بلع روحك. المايك. بلع المايك لما يجي دورك. ليش كذا تنزعجوا لما يقال كلام يضركم؟ ومن فانا اسمع المشاكل اللي دائما كبيرة. المجتمع الجزائري انه دمه حامي وانه يغيور على الدين والعقيده وكذا، يقولوا دائما. لا لا، فعلا الدم حامي عندنا. الدم حامي عندنا، النيف كيما نقولوا هذا كاين، بصح ماشي في الدين. ماناش فاهمين الدين مليح. لا لا، ماناش فاهمين الدين مليح. عندنا الزواج المتعة راه داير فضيحة عندنا في الجزائر. وحدة تصيبها مع واحد، تتفاهم هي وياه، يقراو الفاتحة مع بعضياتهم ويروحوا يولدوا لنا البز هكاك. أطفال الزنا عندنا أرقام قياسية، هذه ما يهضر عليها حتى واحد. من جيت تهضر معاهم يقول لك المروك. خرجوا لنا المروك من موضوعنا، ما راناش نهضروا في موضوع مغربي، رانا في مواضيع جزائريه. هضروا علينا. هذه انت موالفه ديريها، هذه الخدمه يا هذيك تهضري على روحك. بزاف يا عليك، بزاف يا عليك. اخينا مازال تاع سد روحي المايك، انا حقك مازال اخينا. تاع روحي. يا اخينا سد المايك، عيب. عيب عليك. المرأة تتكلم، إذا عندك شجاعة تدحض كلامها افتح الميكروفون بعد ما نعطيك. أما المقاطعة هذه ما هيش طريقة. من متى المتعة؟ من متى؟ بعد إحنا بنقول إحنا خايفين عليهم تدخل عندهم المتعة، قدي موجودة من أول. لا لا، والله العظيم عندنا المتعه، قسما بالله العلي العظيم عندنا المتعه. واخوه الجزائريين اللي معنا في القيست يكذبوني، قسما بالله غير عندنا زواج المتعه. وحده تلقاها مع واحد يتفاهم هي وياه هكا، يقراو الفاتحه بيناتهم، صاي. ما كان لا ورقه لا والو، ما يديروا والو، يقراو الفاتحه بيناتهم تمشي معاه، صاي. تيشبعوا بعضياتهم، باي باي. يا أخي خلينا ننزل هذا، خلينا ننزل هذا اللي بيفتح بلع بلع خلينا ننزله، بلع خلينا ولا ننزله. هو. خلينا ننزله تحت، خلي هذا ينزل تحت. ينزل تحت هذا اللي بيقاطع على ما يقاطع. كما قلت لك اخي اسعد، انا طيب كملي الشغل، سيري 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 اشتغلي، سيري 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 اشتغلي. سيري اشتغلي وارجعي لنا بعد شوية. تمام، كملي وارجعي. نعم. تمام، سيري اشتغلي سيري. الأخ اخي اسعد نحكي لك.
قصه واحده برك نهود واحد القصه كان يحكيها لي بابا والله غير تضحكني ملي تفكرها وقولها لك با تعرف العقليه كيفاه. بابا كيحكي لي قال لي كان صغير شاب في العمر تاعو شي 22 سنه تقريبا، ومشى رحله هو والاصدقاء تاعو. واحد من صحابهم توفى مسكين، توفى معاهم، ما عرف كتر لا دوز ولا مانيش عارفه سبب الوفاه، وتوفى. وهما خافوا من الامن وهكا ما حبوش يعلموا، قالوا نوليو الولايه تاعنا وين نسكنوا عاد نديكلاريو. جاو جايين به في الطريق ورافدين معاهم هكا الخمر وهكا. كي وصلوا لواحد الولايه قال له حطوا لنا عبد القادر نهودونا نضربوا عليه بيرات، قسما بالله. معاهم رجل ميت قالوا له صحابه حطوا لنا عبد القادر نهودو نضربوا عليه بيرات. هذه تشوفها في شي بلاصه اخي اسعد. هذه عندنا في الجزائر صرات، قسما بالله يحكيها لي بابا على لسانه. يا يوسف، هلا يوسف بنت خمار لا ضير أن تخرج كذابة. المهم ود هو اخي اسعد. بلع ميوت اني هودا بنت الخمار لا ضير أن تكون كذابة. بابا بالراحه يا يوسف. ودت الزانية لو كل النساء زواني. الحمد لله الدولة الجزائرية والشعب الجزائري لو كان قابل للتغيير لاستطاعت فرنسا أن تغير جلدته، لكن فرنسا قرابة القرن والنصف وخرجت من الجزائر، وظل الشعب الجزائري مسلم عربي يفتخر بذلك أولا. ثانيا نسبة الشيعة في المروك أكبر من نسبة اليهود في المروك. نسبة الشيعة في الجزائر 0، ولا توجد ولا حسينية واحدة في الجزائر. ينتشر في ربوع الجزائر فقط المساجد السنية والزوايا القرآنية، لا توجد ولا حسينية في الجزائر والحمد لله. أما النصيحة اللي راح ننصحها لك أسعد الشرعي، ما تروحش للمروك، والله في شهرك الأول يقتلوك، أنا راني نقولها لك والله. وذيك أول مرة اللي فاتت اللايف اللي درتو وكنت تبكي لهم، راك شفت التهجم اللي تهجموه عليك والله. شهرك الأول لحظه يا جوهر، خليه يجيب لي النصيحه، خليه ينصحني والله انا نقولها لك وهذو راهم شاهدين. انا على بالي كي تموت انت نجي ندير لايف ويجوا عندي هذون ونقول لهم راني قلتها لهم. يا اخي راك شفت التهجم اللي تهجموه عليك، صدقني وانا نعرفهم والله يقتلوك. ثانيا نقول لك حاجه، انت قلت قبل ما كانوش كاينين الشيعه، لا الخلافه واستغفر الله، الحكم العبيدي اللي حكم مصر خرج من شمال القاره الافريقيه، من عندنا خرج. العبيديين خرجوا. قلت ان التشيع 0. لا في الجزائر، المروك فيها، الجزائر 0. الجزائر 0 تشيع، وما توجد ولا حسينية، ونتحداك تجيب لنا حسينية واحدة في الجزائر. والشعب الجزائري غير قابل للتغيير. فرنسا 130 سنة وما غيرتش الشعب. طيب وخرجت بقول الشيخ الإمام مفسر القرآن ابن باديس: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبات ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. أسعد الشرعي كذب أنه قال الشعب الجزائري قابل للتغيير، وأي يجي شيعي يبدلوا. طيب لحظة. شوف، هو ليس بالضرورة أن يكون لديك حسينيات أن يكون لديك شيعة. شوف أنت لو كنت منطقيا وقلت يوجد عندنا أقلية كان ممكن رأيك يحترم، لكن 0 التشيع عندنا 0 بالسين. يا أخي أنت مسخت الحكاية يا أخي. لحظة قفل. أنت قلتها وأنا يعني ثمنتها. أنت قلت راه كانت 0 التشيع وأنا ثمنتها. ابلع المايك، بلع.
ولا تفتح لا ما اقول لك لو سمحت. اخي اسعد، يا ريت تسمع واحد الطفله جزائريه اسمها تحيه الجزائر، طلعها في بلاصتي انا راح نهود. تحيه حاضر، الجزائر. تمام انا مع بطلع السلامه. تحية الجزائر. يا يوسف لا تفتحش الميكروفون ولا تتعبني أرجوك، لأنه أنا إذا أنت فتحتها بتنزل. شوف، أنت إذا كان عندك ملحدين ينكرون وجود الله، عندك لا دينيين، وعندك علمانيين، وعندك ناس حتى من عبدة الشيطان، عندك كل شيء. ايش معنى التشيع؟ إذا كنت أنا نفسي عرفت جزائريين شيعة في مرسيليا في جنوب فرنسا وجلست معهم يقول لك عندنا الشيعة في مدينتنا كثير وأن احنا عدنا إلى الحق، أنت جيت تقول لي الصفر، التشيع الصفر. وفي المروك انت فيك دودة اسمها المروك، ضروري انت تقح من المروك، لكن ما ايش علاقة المروك اليوم، ولا بنتكلم على المغرب ولا حاجة، بس انتو ضروري الدودة هذا المروكية كذا تلعب بك، لازم تحكك، ما تقدروش تطلعوا وتنزلوا بدون ما تقولوا مروك. فيك حنش اسمه الجزائر. انا لحظة، خليك تحت لانك بصراحة كثير الفتحة الميكروفون، وانا لا احب هذا الذي يفتح الميكروفونات بشكل كبير. بالنسبة لي التهديد في المغرب، يا أخي شوف، أنا قد شفت المغرب وشفت المغاربة، والله من أكبر النعم التي أولاها الله عليهم الأمن والأمان والسكينة. يمشي الراكب من طنجة إلى القويرة لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، كما هو الحديث فينا. يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لكني كذا يعني استنبطت هذا. انت مفكر الدنيا بلطجة، ولا مفكر نفسك في بومرداس ولا ابو عباس ولا في البليدة ولا وين انت؟ يعني انا في المغرب فيها دولة، فيها نظام، فيها قانون، ثم قبل ذلك الشعب ليس ذلك الشعب المتحجر او الشعب المتخلف الذي يعني مش بلطجي ومش بلاطجة مثلكم. فبالتالي هذا النصيحة بلها وشرب الماء حقها، قال لك يقتلوني هذاك. طيب ياسر عندك يا ياسر بين قوسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع وجود الشيعة في الجزائر، طبعا الجزائر ليست بدعا من الدول، والجزائري ليس يختلف على كل مسلم في جميع أنحاء في العالم، يعني يتأثر بالأفكار يعني غير السنية يعني وغير الإسلامية حتى. يوجد ملاحدة كما قلت، ويوجد شيعة، ويوجد سنة، ويوجد مسيحيين، وهذا الشيء يعني لا نملك أن ننفيه، لكن لا يوجد أرقام رسمية